السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، جاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة خدها قاعدة كده ثابتة قدامك: المكان اللي انت ما تتقدرش فيه سيبه وامشي. طبعا بعد ما تحاول انك انت تشوف اسباب عدم التقدير، عشان خاطر وقت ما تمشي مش هترجع تاني ولا هتبص وراك تاني. طبعا في ناس او في مقولة خيبانة يقول لك ايه يا عم امشي وحرمهم منك. لا، ما هو انت هم ما قدركش المكان انت كنت فيه، ما تمش تقديرك فيه، فبالتالي انت بالنسبه لهم ولا شيء. يعني هم مش حاسين بيك سواء كنت موجود او مش موجود، انت بالنسبه لهم مش فارق. المكسب الوحيد لما المكان اللي انت متقدرش فيه تسيبه وتمشي، هو انت كسبت نفسك، وربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك ابواب تانية لأماكن تانية يتم تقديرك فيه، سواء بقى كان في حياتك العملية أو حياتك الشخصية. فخدها قاعدة كده: المكان اللي انت متقدرش فيه سيبه وامشي وريح دماغك وانت الكسبان. اشوفكم على خير في رسالة من رسائل احمد غني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.